وصلنا بتعز الحالة يرثى لها، تعز تفتقر لأبسط الخدمات، لا ماء، لا كهرباء، لا انضباط أمن، لا أمان، عشوائية، السعر كلهم الصرف كلهم بعملة كلهم، بتعز ما يتعاملوا لكش بالعملة اليمني، خلاص اتطوروا يتعاملوا لك يشتري بالدولار يشتري بالسعودي، أي حل وصلنا له بتعز، متناقع، مطلبنا دقيق، نشتي دقيق، نشتي ناكل، نشتي نشرب، صعب هذا الشيء. رئيس مش قادر يوفر لقمة العيش، شعبه ايش حدا من الرئيس؟ محافظ مش قادر يضبط الامن والاستقرار داخل محافظة، ايش حدا من المحافظ؟ الشعر في سالون العليمي 6 اشهر هذا ما خلصش حقه، كيف يحسب العليمي؟ فهمونا لا انضباط، لا امن، لا امان، بتعز تبكيش على اللي مات، تبكي اللي على اللي عاد عايش، نحن نموت باليوم 1000 مرة ومرة، كأننا أصبنا بتعويذة عجوزة مشمطاة تسمى حرب أو بالأصح لعنة فساد، نحن واقعين في مستنقع من الفساد. الإيجارات اللي بالسعودي، الماء مش قادرين نحصلش ما نشرب، ما حصل، الناس مش قادرين يشتروا الجوني دقيقة الجوني، ما يشتروش بالجوني، يشتروا بالكيلو، مش قادرين يشتروا الطماطم البطاط، أي حل وصلنا له. نحن الشباب الخريجين، نحن أبناء تعز، نحن المفروض نكون مستقبل تعز، نشخ في العشرينات من عمرنا، يتخرج الواحد ما يلاقي الشغل، يعني يروح يفتح لك بسطة بالشارع، يجي واحد ابن أمس معاه سلاح يقتله، بتعز يقتله يمشي بجنازته، ما فيش أمن، ما فيش انضباط، تعز تموت بالبطيء، بالمختصر، تعز تموت في البطيء، اتقوا الله في تعز، اتقوا الله في تعز. الميليشيات مش ذلك الميليشيات فقط اللي عملوا لنا حملة قبل فترة، المواطنين اللي معاهم سلاح، لا الميليشيات اللي بالشارع اللي يلعبوا فوضهم العساكر نفسهم، خلاص روح تشتكي للأمن، والله الحارس يشتي، العسكري يشتي، الضابط يشتي، كلهم يشتي، ينتفوا المواطنات، كأنه فريسة وصل لعندهم يفترسوا النوم. أي حل وصلنا له؟ المصورين، انتم المصورين حق تعز، انزلوا صوروا الفساد، صوروا المقاري، صوروا القمامات، صوروا الزحمة اللي باب موسى، صوروا الباب الكبير، صوروا الأسعار اللي يتعبوا بها، الصرف كلهم لا فوق، لا فين نوصل؟ لا فين؟ انتوا قاعدين تصوروا لك قلعة القاهرة، لا صوروا الواقع، افضحوا لنا مخيلين المسؤولين حقا يستحوا عن انفسهم، جنبوهم ضميرهم، تعز في ذمتكم، تعز ما تحملش من ماشي، ما عادش بلاد العز والكرامة، والمواطن يهان داخله يهان، ما عاد احنا شرق علينا قلوبنا اللي في ايده، ورق قلوبنا اللي في ايده، خلاص كل واحد قد ينهش الثاني، كل واحد يقتل الثاني عشان يعيش، بتعال نقتل بعضنا عشان لقمة العيش، اتقوا الله.